انا على قناعه ان النادي الاهلي مش فرقه اللي تخض، او الفرقه المرعبه، او الاسلوب مع كولر اللي يخوفك. بل بالعكس، النادي الاهلي اي فرقه بتمتلك الكوره وعندها استحواذ بتعمل مشاكل كبيره جدا للنادي الاهلي. ان عندنا المقدره. عبد الله السعيد نسيت اقول، وعبد الله السعيد يا جماعه، عبد الله السعيد ده لو استغليناه وناس اتحركت معاه صح، والتيكي تاكا كده مع عبد الله السعيد، وتحركات ناس واعيه، والمساحات اللي هتبقى في الباك ورا، اذا كان محمد هاني او دبيس او ايا كان الباك ليفت والباك شمال رايت بتاعهم، هتلاقي في مشكله كبيره جدا للنادي الاهلي. نستغل يا جماعه المساحات. الفرقه النادي الاهلي مش واو قوي، هو نص ملعبهم وخط ظهرهم انا بقول ضعيف جدا. احنا بالعكس، ممكن اقول لك التلت الهجومي، لكن مين خط الامدادات عندهم ما فيش حد. لو ضغطت على ايهم صدقني ما فيش حد بيقدر يطلع بالكوره. مش ناصر، مش مروان عطيه اللي عنده الملكه اللي يقدر يعمل كده، حتى رامي ربيعه اللعيبه اللي ورا كلها ما عندهاش الملكه. الزمالك عندك عناصر تقيله، انتشارك، روحك القتاليه، التكتيك، الروح، الانتشار، الحماس، ان شاء الله بنفوز. انت مش بتلاعب ريال مدريد، حتى الكره دلوقتي، حتى ريال مدريد بيتغلب، حتى كل الفرق حاليا يا جماعه. الكره ما عادتش مهاريه اكتر منها تكتيكيه، وتكتيكك في الملعب، وانتشارك، وتنفيذك لخطه مدربك. والمدرب بيلعب دور كبير جدا في التكتيك، وانت تنفذ، والتوفيق بتاع ربنا.